اوكي، يمكن اوضح شويه دلوقتي. انا فتحت لكم النور، يمكن اوضح شويه دلوقتي. خلاص. الالفابت احنا مش هناخدها اي بي سي. الالفابت ليها موضوع مهم جدا هنعرفه دلوقتي. اوكي، هندخل على الاول ان ارتكل، وانا مش عارفه هنلحق لا، النون موضوعه كبير اكبر من كده بشويه، فهنخليه في وقت تاني. اوكي، هنبدا من بصوا من تحت الصفر زي ما بيقولوا كده، لغايه لما هتبقى ان شاء الله محترف بالنسبه للمستوى الاول. اوكي طيب. This is okay. This is the alphabet or ABC. اوكي طيب، في حاجات في I think songs كتير لل ABCD. هي ABCDEFG صح؟ اوكي etc. احسن اغنيه، وانا اسفه ان انا ممكن ما حضرتهاش النهارده معايا، اللي هي الاغنيه بتاعه الصوتيات اللي هي A it's for apple apple. السونج دي او الاغنيه دي بتجمع ما بين الالفابت والصوت. انا عايزاكم تعرفوا هو ان مش كورس صوتيات، لكن انا بوريكم الفكره كلها كتوتال من اول الالفابت ايه. اعرفوا ان كل حرف، كل لتر من ده ليه مسمى وليه صوت، وكل لتر في الابر كيس منه واللور كيس. اوكي، في او الكابيتال وفي السمول. اول قاعده في الجرامر بالنسبه للالفابت، ولو الكبار معاهم نوت. اوكي احنا هننقل بقى على حاجه اهي. طبعا انا ايه، الكتاب ده اضافي، هناخد منه حاجه. use the capital letters for the first letter، اللي هو ايه؟ احنا بنستخدم ايه في الليترز؟ بنستخدم حاجه اسمها punctuations. يعني ايه البانكتويشن؟ بيجي لك سؤال كده بانكتويتد اللي هو البانكتويشن. في ناس بتحله، في ناس مش عارفه تحله لغايه دلوقتي لان هو مش اتدرس لك. فاول قاعده اهي عندنا خلاص، البانكتويشن. شفت بقى؟ وصلت لك من اول الالفابت، جبت لك ايه؟ قاعده مهمه محدش كان بيتطرق ليها او محدش كان بيشرحها لك. اوكي طيب، ايه البانكتويشن ده؟ اللي هو هشرحه لك دلوقتي بتفاصيله يا سيدي. طيب، اول حاجه خليك معايا كده اهي، دي نمبر 1. use a capital letter for the first letter in a sentence. يعني ايه sentence؟ اسمح لي كده ان انا اطلعك على البورد كده، نطلع على البورد شويه، اهو. احنا قلنا مثلا in for example letter A or letter A في منه ادي ايه upper case and lower case. ده الupper case، this is lower case يعني الكابيتال منه، وفي التاني السمول. خلاص، يبقى كل لتر عندنا ليه ساوند، صوت، وليه اسم لازم تعرفه. يبقى انت عارف منه الكابيتال والسمول او اللور واللور كيس والابر كيس. اوكي، ده اول حاجه. ليه؟ علشان الابر كيس لاستخدامه واللور كيس لاستخدامه. اوكي، ده اول حاجه. طيب، تاني حاجه غير الاصوات A B C D E F G وهكذا etc. في كم حرف منهم vowels؟ 5.
there's 26 or 26 letters. في 26 حرف 26 letters منهم 5 vowels. ها تعرفهم؟ تعالى نراجعهم مع بعض. A E I O U. والأغاني كتير عليها عشان نحفظها، صح؟ اتغنينا كتير قوي A E I O U، وغنينا حاجات كتير. دول اللي بقول لاصحابي الصغننين ال A E I O U بسببهم ممكن تقوم حروب. ليه؟ بيتبني عليهم A E I O U، بيتبني عليهم يا ولاد حاجات كتير قوي غير انها just vowels. احنا عارفين ان دول ايه؟ متحركين. يعني ايه متحركة؟ طيب متحرك يعني بيحرك لي الحروف التانية اللي هي الكونسونانتس. التانيين اسمهم consonants letter اللي هم ساكن، حروف ساكنة، والتانية دي المتحركة. يعني مثلا وليفرض عندي تاليا هي جميلة هي قدامي. اوكي، هاي تاليا، هاي تا اي، صح؟ تاليا، تاليا، صح؟ مش ده اسمك؟ اوكي. طيب تعالى كده اكتبه من غير الحروف المتحركة دي. حرفين ساكنين. او ماي جاد. تل، صح؟ ال A E I O U بالظبط شبه عندنا الفتحة الضمة الكسرة، السكون فتحة الضمة الكسرة، اللي هي الحركات. حركات. يبقى هي بتحرك لي الحروف ولا لأ؟ بتحرك لي الحروف. يعني ايه؟ بدل ما يبقوا عاملين كده الحروف كلها قاعده مغمضه عينيها، هي اللي بتلعبهم وتنكشهم. اي او، صح؟ هي اللي بتلعبهم. اوكي، اي او اي او تعالى ناخد اكزامبل كده. مثلا ولنفرض مثلا كان عندي هنا مين؟ انا كنت شايفه جمال. جا ما صح؟ جمال. طب تعالى كده، لو انا مش بعرف انجليش ومش مالياش في الصوتيات ومالياش في القواعد ومالياش كل حاجه، بص تعالى كده لو كتبته جمال او جمول، شفت عملت ازاي؟ يبقى انا حطيت ايه؟ حطيت الفاول ليتر هنا مش في مكانها الصح خالص. اوكي، انميوت. طيب نعمل كده وانوتيت. اوكي، عشان محدش يكتب بس مش اكتر. دي نسيت اعملها وغلطة عندي. جمال. تعالى نشوف كده ايه كلمات. قول لنا يا ميس كلمات كده احنا عارفينها. تعالى كده مثلا بي. بي مثلا دي ب بص. ب ب bird. بو بوك. صح؟ عملت لي ايه او بيد. اوكي. لو كلمة تانية مثلا زي كلمة dad. dad. اوكي، دي اهي فاول داد. تعالى لو كتبتها كده دود، صح؟ دود تنفع دود؟
ولا لازم اعملها كده وتبقى داد؟ عرفت ان الالفابت ليها حاجه مهمه قوي، مهمه قوي بالنسبه للحركات في الفاولز. يبقى الفايف فاول ليترز اللي عندنا، اوكي، A E I O U، تعالى نعمل لهم عيد ميلاد كده. A E I O U 5 فاول، مهمين قوي قوي ان احنا نعرف ليه. علشان هيتبني عليهم قاعده مهمه دلوقتي بتاعت الاول ان ارتكلز اللي هناخدها دلوقتي بعد القاعده بتاعت او البيز بتاعت الكومبرينشن، سوري، البنكتويشن. بص يا سيدي، اول استعمال احنا هناخد دلوقتي ازاي نعمل بنكتويشن صح، او قاعده بتاعه البنكتويشن. تعالى كده، اول حاجه الكابيتال لتر ده، كابيتال لتر احنا عرفنا خلاص اللترز بتاعتها. الكتاب عندك ادي، بص ادي الكابيتال في ايه، ادي الابر كيس اند لور كيس، او الكابيتال والسمول بتاعه الكيسز دي او بتاعه اللترز دي. اوكي، طيب اول حاجه لازم تعرفها ان الكابيتال لتر في اول السنتنس. يعني ايه سنتنس؟ يعني ايه يا ميس؟ ايه سنتنس؟ سنتنس يعني جمله. اوكي، سنتنس يعني جمله. طيب بحاجه كده بشكل عشوائي، هاخد مثلا، هاخد دي وهوري لك انا شكل الجمل دلوقتي وازاي نعمل جمله. وين دي مثلا، دي word، do word، you word، use word. يعني ايه word؟ word يعني كلمه. خلاص، وعرفنا دلوقتي يعني ايه letter. خلاص، يبقى انت عرفت اللتر والجمله دي كلها 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 اسمها sentence، اسمها جمله. دي كلها يبقى الجمله كبيره اكبر من الوورد. الجمله دي بيبقى في منها يا اما question، بيبقى سؤال، او sentence اللي هي الجمله بتاعتنا اللي اخرها period. يعني ايه period؟ اللي هي دي النقطه دي اسمها period. او اللي احنا واحنا صغننين دلوقتي لما نطلع جريد 3 نعرف انها اسمها بيريد، اللي هو بيسميها لك دلوقتي الماستر، او عندك في كتاب اسمها فول ستوب. اوكي، اول حرف في الجمله لازم يبقى كابيتال لتر. اوكي، اول حرف في الجمله بيبقى كابيتال لتر. بص عمل لك the dog is barking، the dog is barking. come here. طيب ايه ده؟ ايه الجمله الغريبه دي يا مس؟ بصي اخرها ايه، اخرها ايه؟ ايوه، دي بسميها لك exclamation mark. دي اللي هي اسلوب التعجب اللي اخد، اللي درس السنه دي في جريد 2 كونكت بلس، اخد ايه؟ الاكسلاميشن اكسبرس. صح، درس الاكسلاميشن اكسبرس واخد الاكسلاميشن مارك. واللي اخد في جريد 3 اخد الاكسلاميشن مارك برضو في كونكت بلس السنه دي، برضو اخد ايه؟ الاكسلاميشن مارك، واخدت كويستشن مارك، واخدت البريد، واخدت الفلوس الابوستروفي، اخدت حاجات كتير. اوكي، come here، come here، تعالى هنا، come here. اوكي، سوري. طيب يبقى اول حاجه، اول الجمله لازم يبقى عندي كابيتال. طب يا ميس لو مش كابيتال، اوكي اعمل لك ايه غلط؟ يبقى اول حاجه عندك لازم اول الجمله يبقى كابيتال لتر. اوكي، طيب نمبر 2، always use a capital letter for the word I. ايه اللي هو word I؟ دايما اقول I am، I am. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ I am، لا قال لك ثانيه واحده، الاي هير لازم تبقى كابيتال في I am، حتى لو في هي اي اللي هي بمعنى انا دي، اي دي اللي هي بمعنى انا، لو جت في اي مكان في الجمله لازم تبقى كابيتال. لو جت في عندك في اي مكان في الجمله لازم تبقى كابيتال لتر. اوكي، ماشي ماشي يا ميس. اوكي، اللي بعده. طيب يبقى دي كانت نمبر 1 اللي هي يوز اي
ولو حد يقدر يكتب ورايا الحاجات دي مهمة قوي، وهشير لكم برضو البيج دي بإذن الله. Use a capital letter for the names of people. طيب أنا اسمي إيه؟ اسمي تاليا. اسمي إيه؟ اسمي ولاء. اسمي إيه؟ اسمي حنين. What's your name? My name is جمال. My name is محمد. My name is أحمد. My name is سلمى اللي هتدخل عندنا دلوقتي. My name is مريم. كل الأسماء دي كلها مش اللي أنا ذكرتها بس. My name is أحمد. كل الأسامي دي كلها أي اسم أنت كتبته، أي اسم اتسمينا بيه خلاص لازم يبقى أول لتر فيه كابيتال. أليس، توم، جيمس، كيم، سنو وايت. أوكي، ما ينفعش مثلا يبقى اسمي، معلش يا تاليا النهارده تقريبا احنا ايه الحصه كلها عليكي علشان تقريبا انا اللي شايفاكي. ما ينفعش يبقى اسمي تاليا واكتب اسمي كده. ينفع؟ نو. انا ميس ولاء قالت لي ايه، او اي ميس تانية قالت لي ايه؟ تا. لازم يبقى فور كابيتال لتر تاليا. اوكي، تاليا. حنين، ما ينفعش اكتب الاتش في الاول كده يا حنين. اتش نو اهي. ها 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 نين واكمل. اوكي، يبقى اي اسم عندي name of people اسم شخص لازم يبقى عندي capital letter. طيب use a capital letter for the names of places like A. انا منين؟ ماشي خلينا في البليسز بلاش السيتيز دلوقتي. اوكي، ناشونال ميوزيوم، برونز زو، لندن، وات اتسترا. طيب كلنا عارفين مفيش حد ما يعرفش دريم بارك. اوكي، دريم بارك. ما ينفعش اكتب الدريم كده لان دي ايه؟ لان دي ايه؟ بارك معروفه، حديقه معروفه لينا. اوكي، ما ينفعش اكتب اسم شركه مثلا، اسم مصنع، اسم مؤسسه، اسم اي حاجه with lower case. لازم يبقى upper case، ما ينفعش بال small. لازم يبقى capital. ايه كمان؟ the countries like. ها ينفع اكتب كلمه Egypt كده؟ بصوا كده الكلمه، مصر تزعل مني لو انا كتبت الايجيبت. لو انا كتبت ايجيبت كده ده مصر كلها تزعل مني. لازم اعمل ايه؟ ايجيبت. اوكي، ايجيبت مصر. اوكي طيب where are you from؟ Alexandria، منصورة، كايرو، اسماعيلية، بورت سعيد. يبقى any city. اوكي any city لازم يبقى برضو capital letters. اوكي، يبقى نطلع من ده بايه؟ letter I اللي هو باسمي انا، اللي هو لو قلت انا يعني I ما ينفعش اكتبه lower case. peoples. اوكي، beginning beginning the sentence، البدايات بتاعه الجمله، بدايه الجمله. ايه كمان؟ البليسز اللي هي اي بليس، any بليس معروفه، يعني اي بليس معروفه. طيب use a capital letter for festivals or holidays, days or week, month of the year. months of the year يعني لما اكتب مثلا Mother's Day، Valentine's Day، هالوين اللي انتوا عمالين تقولوا هالوين ونقول لكم مفيش حاجه عندنا في مصر اسمها الهالوين. انتوا بتسمعوه طبعا من بره عشان بتتفرجوا على اليوتيوب كتير. هالوين. اوكي،
عيد الفطر. اوكي. عيد اضحى. كريسماس. اوكي. نيو يير. ماذرز داي. اوكي. ليبر داي. ليبر داي اللي هو ايه؟ اللي هو عيد العمال. كريسماس زي ما قلنا. الحاجات اللي هي ايه؟ الايام اللي هي المعروفه اللي فيها فيستيفالز وبناخد فيها هوليداي دي ما ينفعش خالص اكتبها بلور كيس او بكتبها سمول. ما ينفعش خالص اكتبها سمول، بكتبها ايه؟ كابيتال. اوكي. ايه كمان؟ the days of the week. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, days of the week. 7 days of the week. أنا من الناس اللي بتحب listening. كنت محضرة listening بس يعني إيه؟ كان قبليكوا سيشن فنسيت إن أنا أحضره هنا على الشريط بتاعي تحت. المرة الجاية هجيب لكم إن شاء الله listening لحاجات كتير قوي. أوكي؟ عرفتوا إن الدرس ده ما ينفعش إنه يهمل وحد كده يمشي بعيد عنه. خلاص يبقى نطلع من قاعدة كده في البنكتويشن. اوكي. ان في عندنا بالنسبه للليدرز اوكي السمري بقى بتاعت الدرس ده. لسه هناخد درس تاني، احنا لسه ما خلصناش. السمري بتاعت الليدرز، احنا عندنا كابيتال ليترز وسمول ليترز اور ابر كيس اند لور كيس. خلاص معروفين. فيهم ايه؟ 5 vowel letters اهم موجودين برضو عندك في الكتاب. A E I O U A E I O U صح؟ A E I O U كلنا حافظين الأغنية دي. ماشي؟ طيب نخش على درس مهم جدا وليه علاقة بالليدرز دي برضو. درس هناخد من الارتيكلز. درس بتاع الارتيكلز اللي هو الآ والآن ومعرفش ايه صعوبته. معرفش ايه صعوبته. خلاص. الأول أنا يخش لنا في حاجة اسمها دلوقتي إيه؟ اسمها دلوقتي الناون. طيب. طب ما تيجي ناخد حاجة كده معلش قبلها اسمها part of speech. أجزاء الكلام. أجزاء إيه؟ أجزاء الكلام. part of speech. أجزاء الكلام. بص أنا مش هاخد من عندك هنا حاجة، أنا هاخد إيه عند أصحابي. لازم تعرف إن في أجزاء للكلام. في عندي noun. يعني إيه noun؟ اسم. verb. فعل. adjective. صفة. كفاية عليكم دول عشان في البداية كده في حاجات تانية الأجزاء للكلام تانية. خلاص اللي هو في adverb وفي حاجات كده في قصة كده كبيرة. مش هنقولها برضو دلوقتي علشان احنا لسه في بداية. اوكي. في noun حاجة اسمها الاسم. ده اللي احنا هناخده النهاردة. هلو يا اسم ازيك؟ الحمد لله. how are you؟ I am fine. الاسم او ايه؟ النون. طيب النون ده او الاسم ده موضوع شغلي دلوقتي على الارتيكل اللي انا هقول له. يعني ايه نون؟ النون ده كذا فرع او كذا حاجه. بص 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 معايا. بص بص اهي. ادي الصفحه، ادي البيج بتاعت النون اهي. النون ده اسم. خلاص. يا اما اسم people شخص، يا اما animals حيوان، places مكان، things أشياء. يبقى this is the noun.
يبقى النون عندي people animals places things، واظن الحاجات دي برضو انت خدت ايه هو الاسم، صح؟ وخدت علامات الاسم في العربي في اللغة العربية. استخرج اسم، تدور بقى على اسم حيوان ولا اسم طائر ولا اسم انسان ولا اسم جماد ولا اسم مكان، كل دي اسم. وخدنا على علامات الاسم في العربي اللي هي بتبدأ بالالف واللام والحاجات دي كلها. مش هندخل بقى في حصة العربي، انت عندك برضو في الانجليش زي ما في العربي حاجة اسمها اسم، احنا عندنا الاسم ده يعني noun. طب امال ايه هو الفيرب؟ اوكي، يعني ايه فيرب؟ الفيرب يعني فعل. الفيرب يعني فعل، يعني ايه اكشن. اكشن حدث بيحصل بيتحرك، حاجة بعملها. go يذهب، run يجري، eat ياكل، اوكي. drink يشرب، يبقى كل دي verbs. يبقى لما اجي اقول لك هنا بقى واوصلك لحاجة اقولها لك، تعالى لي تعالى لي يا استاذ، تعالى لي وتعالي لي يا بنوتة. لما اقول لك الارتكلز دي بتتحط قبل ايه؟ الآ والآن before nouns. أول حاجة، أول قاعدة بالنسبة للآ والآن لازم تعرفها إنها أول حاجة بتيجي قبل النون. بتيجي قبل إيه؟ يبقى الآ والآن before nouns، قبل الاسم. يبقى بتيجي قبل الاسم بس ليها شروط. اوكي، ليها شروط. ثانية واحدة كده، أنا عايزة أشوفكم كلكم. ماشي. أنا شايفة ناس من أصحابي القدام العزاز أهم موجودين، صح؟ شايفة مصطفى وشايفة أحمد وشايفة ياسين وI think مريم. اوكي أدمت، اوكي. تقريبا ده أنا عايزة كو هوست معايا علشان يقبل. طيب الآ والآن دي يا جولي ويا سيلين اوعوا تكونوا نمتوا. لا، ايوه ايوه، ما انا بوصلك والله، جولي وسيلين اهو. اوكي ادمت. طيب الآ والآن دي قاعدة مهمة قوي، في أطفال بتتلخبط منها فيها، بتتلخبط فيها. اوكي طيب الآ والآن دي بتيجي قبل ايه؟ بتيجي قبل الاسم بس على شرط. أول حاجة يكون اسم مش معرف. يعني ايه مش معرف؟ مش بشاور لك على حاجة معينة. أنا مش بشاور لك على شيء معين، مش بشاور لك على حاجة معينة. أقول لك مثلا بشاور لك، بقول لك على حاجة عامة، أي شيء. bird مثلا، أحط لك a bird. اوكي a girl. اوكي a cat a dog. يبقى انا قصدي على ده في العادي في العام، ما شاورتلكش على شيء معين، يبقى ده اسمه ايه؟ نكره. يعني حاجه في العموم بشاور لك عليها. اوكي نمبر 1. نمبر 2، لازم الاسم ده يجي مفرد. لازم الاسم ده يجي مفرد. تعالى كده، انا عارفاك انك انت ايه بتحب البورد قوي، فنطلع على البورد. فاضل I think يعني فاضل قد ايه؟ حوالي 3 4 دقايق هيفصل الزوم لو ما خلصناش. اكيد احنا مش هنلحق نخلص، فايه هنرجع تاني. اوكي طيب تعالى كده، ايه قصة الآ والآن؟ الآ والآن before noun. اول حاجة لازم، اول حاجة الاسم ما يكونش معرف. girl boy cat. اوكي اي حاجة، مش بشاور لك على شيء معين. تاني حاجة يكون، اهم حاجة لازم يكون مفرد. ما اقولكش cats. هي يا حبيبي هتحط ايه؟ طبعا يا ميس، تبدأ بلتر كونسون. ايه؟ cats دي ايه دي؟
دي بتعمل ايه؟ الاس دي بتاعت الجمع. يبقى اول حاجه كده علشان دي اللخبطه دي خلاص، يبقى الآ والآن قبل أي اسم مفرد. أوكي طيب الآ والآن، طب إيه ليه أنت نتفرق؟ عايزين نعرف آ أو آن، آ أو آن إمتى؟ قال لك الآن بتيجي قبل أي اسم يبتدي إيه؟ بالفايف فاول لتر. إيه ده هم جايين معانا هنا كمان؟ أه A E I O U. Okay, like for example, an egg. ها انا بطبخ وانا قاعده كده عماله اكوك كي وانا في at the kitchen. بعدين ايه؟ بروح بصه لبنوتي كده هاتي لي بيضه. ها give me an egg. قلت لها انا عايزه بيضه معينه شكلها عامل ازاي؟ ها قلت لها هاتي لي بيضه من الثلاجه بس.